كان الطالب يطيح مغشي عليه في كل حصة بسبب فقر الدم، فالمعلم وداه المستشفى. لما درى أبوه عصب وقال: رجعوه البيت فوراً، ونزع أنبوب المحلول بالقوة، وهو يشوف إن أي فلوس تنصرف على والده خسارة، ويفضل يشتري خمر لنفسه ولا يعالج والده. وما وقف عند كذا، أول ما رجعوا البيت أجبره يشتغل بالأعمال المنزلية. قال له: يلا نظف الخضار. الولد ما رد من التعب، فحاول يضربه بالمكنسة. وقتها امتلأ قلب الولد كره وحقد على أبوه. بعد كم يوم جاب الأب امرأة للبيت. الولد شافها وقدم لها شاي، لكنها استهزأت فيه وقالت بسخرية: وش هاللعب؟ ما تشوف الشاي حار مرة. الولد تعرض للإهانات وسكت، كتم كل شيء بقلبه. وعلى السفرة الأب غصبه يناديها يمه، لكن لسانه ما قدر ينطق. ولما شاف ابتسامتها الخبيثة اخترع عذر وطلع، ما كان يبي أي علاقة فيها. وفي يوم من الأيام كان يكتب واجباته، وبنت زوجة الأب طلعت فوق الطاولة وصارت تلعب. فجأة طقة قوية، زوجة الأب ركضت للغرفة ولقت بنتها تبكي. من غير ما تسأل ولا تتحقق صبت غضبها كله على الولد وصرخت فيه. حاول يدافع عن نفسه لكن صاحت: كيف تكلمني بهالطريقة؟ شالت بنتها وطلعت. لما رجع الأب للبيت وبسبب تحريض زوجته بدأ يسب ويصرخ على الولد من غير ما يعرف الحقيقة، وبحدة قال له: اطلع برا البيت الحين. هنا الولد ما عاد قدر يتحمل، انفجر وطلع من البيت مكسور الخاطر. مرت أيام وما رجع، والأب بدأ يخاف ويدور عليه عند زملائه بدون فائدة. راح للمدرسة وطلب مساعدة المعلمين والطلاب. ولما عرف صديقه المقرب بالموضوع ركض بسرعة لمكانهم المفضل يدور عليه، لكن اللي شافه هناك خلاه يوقف مذهول، ما قدر يصدق عيونه.